النهارده هنعمل مع بعض مربى التين باسهل وانجح طريقه تنافس افخم الشركات. القوام بتاعها تقيل ومتماسك، لونها مميز جدا جدا زي ما انتم شايفين، طعمها بجد في منتهى الجمال. هقولك كل اسرارها وتركاتها وازاي تظبطي السكر بتاعها وطريقه حفظها لاكتر من سنه من غير ما نضيف ليها اي مواد حافظه او جيلاتين او لون صناعي. دلوقتي كل اللي طالباه منكم انكم تتحمسوا كده معايا وتحطوا لايك للفيديو وانتوا بتتفرجوا وكملوا معايا للاخر. كل لحظه هتشوفوا فيها الفيديو وهتطلعوا بمعلومه جديده. معايا زي ما انتم شايفين 5 كيلو من التين. هنبتدي اول حاجه نغسل التين بتاعنا كويس جدا علشان ننضفه من الاتربه او اي شوائب عليه، واللي هنغسله هنحطه في مصفى كبيره بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وتحتيها بوله علشان يصفي زوايد الميه. تقدروا طبعا تعملوا كميه التين اللي انتوا حابينها. انا عامله اللهم بارك 5 كيلو. بعد ما غسلته كله زي ما انتم شايفين تحتيه بوله علشان يصفي الميه، هسيبه ساعه كامله لحد لما يتصفى تماما. بعد كده هجيب الحله اللي هسوي فيها التين، وهاخد كل واحده تين هقطع القمع بتاعها من الخلف بالشكل اللي شفتوه، وكل تينايه هقسمها على 4. لو حابين تسيبوها سليمه مفيش مشكله، حابين تقطعوها تقطيعات اصغر من كده برضو عادي جدا مفيش مشكله. بعد ما قطعت كل كميه التين اللي معايا هبتدي اضيف ليها السكر. والعمل مربى سكرها مظبوط، فكل كيلو من التين هياخد نص كيلو من السكر. يعني انا عامله 5 كيلو من المربى، المفروض اضيف ليهم 2.5 كيلو من السكر، لكن انا في البدايه هضيف 2 كيلو بس، لان انا بحب السكر يكون اقل من المظبوط شويه. وهنشوفها مع بعض لو احتاجت سكر بالمره هوريكي ازاي تضيفي سكر للمربى بعد ما تستوي. بعد ما ضفنا ال 2 كيلو لل 5 كيلو من التين هقلب السكر مع المربى بالشكل اللي شايفينه ده، وندخلها التلاجة اقل حاجه 4 ساعات. ويا سلام بقى لو سبتيه ليله كامله، تبقى انت كده عملتي الصح مع المربى بتاعتك. انا سبتها ليله كامله ودي كانت النتيجه. التين بتاعي نزل كل الميه بتاعته والسكر عندي داب تماما، اللهم بارك. هتطلع مربى جميله جدا جدا لو عملتي بنفس الخطوات اللي انا بقول عليها. كل كيلو من التين بياخد عصير ليمونه كامله. انا هنا معايا 5 كيلو من التين، هضيف ليهم عصير 5 ليمونات بالظبط كده زي ما انتم شايفين، وهنضيفهم من دلوقتي، مش بعد ما نرفع المربى بتاعتنا على النار ولا بعد ما تغلي 5 دقايق، لا من دلوقتي اعملي على ضمانتي ما تقلقيش. هنقلب الليمون بقى مع المربى كويس جدا. بعد كده هنجيب يا اما منديل مبلول يا اما كوبايه فيها ميه وفرشه، ونبتدي نمسح الاحرف بتاعه الحله بالشكل اللي شايفينه ده، علشان اي بواقي سكر تبتدي تنزل معايا ونتخلص منها، لانك لو سبتيها هتتحرق وتغير طعم المربى. ودلوقتي هنبتدي نرفع الحله بتاعتنا على نار واطيه جدا. بعد مرور 5 دقايق هتبتدي المربى بتاعتك تغلي وتعمل ريم بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتبداي تتخلصي منه، كل ما تلاقيها عملت ريم هتلميه وهتتخلصي منه. اوعي تغطي الحله بتاعت المربى ما بتتغطاش، لو غطيتيها الحله هتشيط من تحت والمربى بتاعتك هتبوظ. يبقى انا الغطا بتاعي مكشوف، من وقت للتاني بقلبها باستمرار، كل ما تعمل ريم ببتدي ألمه. تسوية المربى بتاخد ما بين 30 ل 45 دقيقة على نار واطية جدا زي ما اتفقنا، وكمان من غير ما نغطي الحلة مع التقليب فيها باستمرار. بعد 30 دقيقة بالظبط اطفي النار على المربى وخدي معلقة في طبق على جنب وبرديها تماما ودوقيها. إذا لقيتيها محتاجة سكر فخدي كبشتين كده من الشربات اللي نازل من المربى ده اللي أنا هوريهولك ده، وبرديهم على جنب، وابدأي ضيفي كمية السكر اللي انت حباها حسب رغبتك، واضربيهم في الخلاط وارجعي ضيفيهم للمربى تاني وكملي تسويتها. طيب علشان تعملي مربى سكرها مظبوط، فكل كيلو من التين بياخد نص كيلو من السكر. انا كنت ضفت 2 كيلو في الاول، فاخدت كبشتين من الشربات اللي نزل من المربى مع نص كيلو السكر الباقي وضربته في الخلاط وضفته، وهو ده كان شكله. طيب ليه انا عملت الخطوة دي؟ لانك لو ضفت السكر صحيح هيرطب في قعر الحله وهيتحرق ومش هيدوب. فانت اعملي التركه دي مضمونه 100%. دايما بعملها في كل المربات لما بلاقيها مثلا ناقصها سكر. خلاص هي كده كانت استوت. لو حباها بيور شبه الجاهزه تقدري تضربيها بالهاند بلندر او بهراسه الفول كده تهرسيها وتخليها بيور، او تخليها كده فيها قطع. انا عن نفسي بحبها كده. بعد ما تستوي سيبيها في الحله زي ما هي 5-6 ساعات لحد لما تبرد معاكي تماما. بعدين هاتي البرطمانات اللي عندك او علب التلاجة او اي حاجه، المهم تكوني معقماها كويس جدا جدا، وابداي فضي المربى فيها
وتقدري بقى تحفظيها جوه التلاجة بره التلاجة. المهم تكون في علب محكمة الغلق، وما تفتحيش كل العلب، يعني العلبة بس اللي هتفتحيها هي اللي تستعمليها. حاولي ما تعرضيهاش للهواء كتير. اللهم بارك، قوامها تقيل، طعمها بجد السكر مظبوط، وطعمها خطير جدا جدا، احلى وانضف واوفر من الجاهزة 100 مرة، وشكلها يشهي زي ما انتم شايفين ويفتح النفس. لو لسه مكملين معايا لحد هنا فاتمنى تحطوا لايك للفيديو، حطوا لايكات كتير علشان الفيديو يترفع وغيركم يستفاد من الوصفة الجميلة دي بكل تريكاتها واسرارها. وكمان لو بتشوفوني لاول مرة فانزلوا حالا شرفوني بالاشتراك في القناة، هتلاقوا كلمة اشتراك مكتوبة باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. شيروا الفيديو لو حابين، ودعموني طبعا بكومنتاتكم الجميلة لانها بتشجعني وبتفرق معايا جدا. ولو في اي سؤال اكتبوه في الكومنتات باذن الله هرد عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.